العلماء بيقدروا إن أكتر من 90% من تفكيرنا بيتم وبشكل حصري في اللاوعي. يعني إحنا بنقرر ونفكر ونتصرف من غير ما نعرف ليه بالظبط. العقل بيشتغل بالطريقة دي لأنه ببساطة جهاز عبقري بيعتمد على التكرار والتوقع، وفي نفس الوقت بيحب السرعة والكفاءة، وبيستخدم اختصارات عقلية اسمها الاختصارات الذهنية عشان ياخد قرارات سريعة من غير ما يستهلك طاقة زيادة. الاختصارات دي بتسهل علينا حياتنا اليومية، بس في نفس الوقت بتخلينا سهل نتأثر. خد مثلا على تجربة مشهورة اسمها التهيئة. الناس في الدراسة دي شافوا كلمات ليها علاقة بالشيخوخة زي شيب، تجاعيد، تقاعد، ولما خرجوا من المعمل قاسوا ان مشيهم كان أبطأ من الطبيعي. نفس الفكرة بتحصل في التسويق كل يوم. الألوان والتكرار والرموز بتشتغل على مشاعرك من وراء الستار. مجرد انك تشوف يافطة مكتوب عليها تخفيضات باللون الأحمر، مخك بيربط اللون بالإلحاح وقلة المعروض، فتتحرك وتتصرف بسرعة وتشتري. العقل اللاواعي دايما صاحي، دايما بيسمع وبيسجل وبيتفاعل، حتى لو عقلك الواعي فاكر ان هو اللي ماسك الدفة.